هو في الأول احنا مش عارفين شو نحكي، لأنه الدورة كلها أو زي كنا مقسمين موضوع إنه الحياة الزوجية وضع غير، والدورة غيرت الفكر 180 درجة. أولا مش كطبيعة بس حياة، إنه مش طبيعة حياة، لا ده في أساسيات في الكتاب المقدس، في أساسيات مع الله، إنه مش بس عهد، مش بس حياة زوجية بين اثنين علاقات بس، لا في أمور كثير وأساسيات كثير. طبعا هم كانوا 13 درس وكانوا كلهم مهمين جدا واستفدت منهم كثير، بس طبعا في درسين اللي هم لمسوني ولمسوا كل أخوتي، أنا لمسوني كثير. اللي هو أول درس الغفران، أطلقت ناس كثير كنت شايل من ناس كثير وأنا بعتذر لهم كلهم. والزرع والحصاد، إنه الهزار، لو أنا بقول كلام حتى هزار على بيتي مع ناس مع أصحابي في الشغل في كل حاجة، ده ممسوك علي. إبليس بيمسك كل كلمة سلبية تطلع من لساننا عليه. فنشكر رب على الدورة دي ونشكر الأسيس مجدي كثير جدا. يلا معلش. أنا بشكر رب أولا مش على الدورة بس، على كل عطايا دينا، لأنه فعلا عمل إيديه في حياتنا ملوش حدود. بشكر الأسيس مجدي القصيري لأنهم تعبوا كتير معانا، مش بس في الدورة، لكن الرب شخصهم إن هم يكونوا مشورة لينا في حياتنا، في كل شيء في حياتنا. بس الدروس اللي احنا استفدنا منها هم 13 درس، يعني طنط إيزيس كانت كل درس تقول الدرس ده مهم جدا أهم الدروس. بس اللي احنا اتلمسنا فيهم الغفران والزرع والحصاد. يمكن أهم درس كمان حصل معانا اختبار في الحروب الروحية، لأن حصل معانا اختبار وإبليس قدرنا إن احنا نفتح له مجال، أو يعني نفتح له باب إن يدخل بينا. بس أخدنا بعد الدرس عهد بإن هو ما نسمحش لإبليس إن هو يدخل في حياتنا نهائي، وإن احنا نصلي دايما في كل ثغراتنا مع بعض وكل حاجة في حياتنا. بس نشكر ربنا على كل شيء. هلا دوري أنا تعرفت على رمية ومريم قبل ما اتزوج، ولما سمعت اختبار أختنا الحبيبة مريم خفت عليها من رمية. فطلبت من القسيس إنه ياخذوا من أجل زواج أفضل لكم. صح قسيس؟ نعم. فقبل ما أعطيك هذه الوردة وأعطيك أنا من قلبي وباسم كل الكنيسة وكل بيعرفوكم، بنبارك لكم وبنرحب فيكم ونتمنى لكم حياة سعيدة وعائلة مجيدة باسم ربنا يسوع المسيح. وألكم هي الوردة الحمراء. تفضلوا مع بعض. ربي يبارك فيكم.